اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. رمضان كريم. حلقات النهارده حلقه حلوه، الوصفات حلوه قوي، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم وهتكلمونا تقولوا لنا ان الوصفات حلوه. انا مستنيه تواصلكم معانا على الارقام اللي هتظهر لكم تحت الشاشه. اول حاجه هبتدي بيها سلطه مكرونه بالليمون. سلطه حلوه قوي وخفيفه، بتتقدم دافيه شويه، مناسبه قوي في رمضان، وشكلها بيبقى حلو جدا. يعني الديكوريشن بتاعها كمان شكله حلو. المقادير بتاعتي كيس مكرونه مسلوقه، اي مكرونه، انا بس سلقه اللي هي الحلزونيه دي اللي هي الفوسيلي، كوبايه بسله مسلوقه، كوبايه طماطم شيري، بصله مكعبات، 3 فصوص توم، كوبايه كريمه، كوبايه شوربه، عصير وبشر ليمونتين، نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، وكوبايه جرجير. يبقى كيس مكرونه مسلوقه اي نوع، بس طبعا ما ينفعش سباجيتي او حاجه طويله. كوبايه بسله مسلوقه، كوبايه طماطم شيري اللي هي الصغننه. ما لقيتش طماطم شيري ممكن اجيب طماطم كبيره واقطعها مكعبات كبيره، يعني هتدي نفس التاثير برضو. بصله مكعبات، 3 فصوص توم، كوبايه كريمه، كوبايه شوربه، عصير وبشر ليمونتين، نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، وكوبايه جرجير. هبتدي اول حاجه هعمل الصوص بتاعها، بان انا هحط شويه زيت زيتون مع فص الثوم يا دوبك يدفى على النار اهو. مجرد ان هو يدفى وريحته تبتدي تطلع كده اهو، هحط عليه الشوربه ومعلقه النشا والكريمه. كده اهو، واسيبهم يغلوا شويه على النار. خلاص، وهما بيغلوا بقى هقلب حاجات السلطه كلها مع بعضها، واجي احط عصير الليمون برضو معاها وبشر الليمون. كان هنا بشر ليمون، انا لسه شايفاه حالا اهو. بشر الليمون مع الصوص، هنحتاج فص توم كمان. هقلب المكرونه، يعني انا سلقاها طبعا، ما بنسلقهاش جامد عشان ما تتهريش ويبقى شكلها مش حلو، مع البصل ومع البسله ومع الطماطم الشاري كده. وهسيب بس كام واحده عشان الديكوريشن في الاخر. هقلبهم، هكون طبعا ظابطه الملح بتاع المكرونه، ممكن احط رشه ملح تانية وفلفل اسود. وادي الفلفل. بعدين الجرجير هقطعه بايدي، طبعا مش هقطع العروق، انا هو اغلبه الورق والحته العرق الصغير، انا عايزاه خشن كده اهو، بقطعه بايدي. ما انا عارفه ان الصوص بيغلي، انا عايزه يغلي يتقل. صاحي معانا يا مجدي. كده اهو. بعدين اجيب الصوص واحطه عليها. ميرسي يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا بحبه تخين شويه استنى يغلي شويه اكتر من كده اهو، بس هو كده اهو بيبقى حلو. هحط معاها بقى شويه زيت زيتون والجبنه الرومي المبشوره. وبعدين هعمل ايه بقى؟ هبتدي ارصها في الطبق. انا زي ما قلت لكم ان الديكوريشن بتاعها حلو، وانا معتمده على كده، على الشكل برضو مع الطعم، لان الحاجه بيبقى شكلها حلو بتبقى حلوه قوي. بصوا هنعمل ايه. هنيجي نحط شويه كده. احنا ممكن نقلب الجيلي. هحط شويه صغيرين الاول علشان اسند بيهم الليمون. خلاص، واجيب بقى ترانشات ليمون، يستحسن طبعا انه يبقى كبير، واروح عامله ايه، حاطه الترانشات كده اهو، داير ما يدور البوله اللي انا هعمل فيها السلطه. يا ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سنة وانت طيبة. وانتي طيبه حبيبتي.
اكلك كله لذيذ وجميل. الله يخليكي. لو سمحتي عايزه اعرف طريقه عمل البيكاتا بالمشروم عينيا. وشوربه الكريمه. اوكي. شوربه الكريمه. شوربه الكريمه والبيكاتا بالمشروم، عينيا يا حبيبتي. ليا سؤال تاني معلش. اتفضلي. عايزه اعرف بس العبايه منين. اوكي في الكنترول بقى. سيبي تليفونك اهو، هم هيقولوا لك في الكنترول. عينيا. هم الستات يهمهم ايه غير اللبس والمطبخ؟ اكيد. بعدين انا بقى ايه؟ لا انا بلبس طول الشهر. كده اهو. اروح حاطه بقيه السلطه. ممكن بدل الصوص اللي انا عملته احط لها مثلا 3 معالق مايونيز، معلقه مستردة برضو هتبقى حلوه. كده اهو. وبعد كده بقى هاجي من فوق نعمل الديكوريشن بتاعها الفوقاني خالص. هجيب مثلا ادي ليمونه وادي ليمونه، وبعدين هنحط مثلا طماطميتين كده، ونرش شويه جبنه رومي عليها، وبالهنا والشفا. مش عايزه اقول لكم هي حلوه قد ايه وشكلها تحفه ازاي. كده اهو. ادي اول طبق خلصناه، المكرونه، سلطه المكرونه بالليمون. هنعمل دلوقتي برده صنف حلو ممكن اعتبره كانه سلطه، هو بطاطس بيوريه بالخضار. برده شكلها حلو قوي والتقديم بتاعها حلو جدا. انا عارفه ان رمضان كله عزايم، واللي ما بيعزمش بيعزم في رمضان، يعني رمضان مهم قوي العزايم فيه، فدايما بحب شكل السفره يكون حلو. هنعمل ايه؟ هنعمل قالب بطاطس بيوريه بالخضار. هنقول المقادير بتاعته سهل جدا ومقاديره بسيطه جدا، بس في الاخر برده شكله تحفه جدا. هستعمل 5 حبات بطاطس مسلوقه ومهروسه. بسلق البطاطس واهرسها على طول، علشان البطاطس لو اتهرست وهي بارده هتمط معايا وتعمل عرق، مش هتبقى حلوه. انا عايزه البطاطس تبقى رهفه كده معايا. خلاص. 5 بيضات مسلوقين، معلقتين كبار مايونيز، فص ثوم، نص كوبايه بسله مسلوقه، حبايه فلفل احمر مكعبات، حبايه فلفل اخضر مكعبات، ونص كوبايه ذره. هنقول تاني: 5 حبات بطاطس كبيره مسلوقه ومهروسه، 5 بيضات مسلوقين، معلقتين كبار مايونيز، فص ثوم، نص كوبايه بسله مسلوقه، حبايه فلفل احمر مكعبات، حبايه فلفل اخضر مكعبات، نص كوبايه ذره. اوكي. هنبتدي نعمل. اول حاجه هحط البطاطس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس بصوا اهي، وهحط عليها الثوم والمايونيز. ده اول حاجه، واقلبهم فيها. ملح وفلفل طبعا علشان اظبط طعمها. ممكن احط عليها شويه شطه، ممكن احط عليها عصره ليمون، ممكن احط يعني اللي انتوا عايزينه. ممكن احط زبده، ما بكترش الفلفل علشان ما يبانليش فيها. كده اهو. بقلبها كويس، وبعدين هحط بقى فيها الخضار. قبل ما نحط الخضار انا عايزه اقول لكم حاجه. قبل ما اقطع الفلفل هعمل ايه؟ هجيب الفلفلايه وهي كده هقطعها ترانشات. انا هوريكم بس واحده كده اهو. وبعدين هاجي اعملها سمبوكسات. ده قبل ما اقطع، يعني قبل الفلفل ده ما يتقطع اكون عامله الحكايه دي علشان اخد بقيه الفلفل ما يترميش، اللي هو هستعمله في القالب. هتبقى معايا كده سمبوكسه بالمنظر ده. خلاص، يبقى انا بقطعهم الاول، اخد السمبوكسات اللي انا هعمل ديكوريشن بيها، وبعد كده بقيه الفلفل اقطعه واستعمله في القالب. اوكي. دلوقتي بقى هنبتدي احط الفلفل الملون، هحط البسله والذره فيها، اقلبهم. انا بقى معتمده على الالوان دي في الاخر انها تطلع لي شكل حلو قوي. اوكي. هاجي بقى ايه اعمل القالب ازاي. هجيب اي قالب توست عندي او قالب طويل عندي،
وبغلفه بورق النايلون. اوكي قبل ما نطلع الفاصل هوريهم بس يعملوا ازاي. والمقص كده اهو. وبعدين باجي اعمل ايه؟ بحط شويه من البطاطس. يا ام جنى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره الشاشه. ميرسي يا حبيبتي بنورك. انا إيه كمان ام الحاجات جنى. انت ام جنى وانا ام جنى. انا عندي جنى برضه ربنا يخليهم. ربنا يخلي جانا. الله يخليكي يا حبيبتي عينيا ليكي. لو سمحتي ممكن تقولي لي على طريقه مكرونه بشاميل عينيا. حاجه تانية؟ وكباب الحله. عينيا من عينيا يا سامعك حبيبتي. يا حبيبتي. الله يخليك. بصوا هعمل كده اهو. هتك في القالب كويس. لازم النايلون ده عشان لما اطلعها تتقلب معايا حلوه كده اهو. وبعدين بجيب البيض المسلوق واحطه. هتك عليه شويه كده اهو وكده. احنا عاملين واحد طبعا علشان ده لازم يستنى لما يبرد. ما ينفعش ان انا اقلبه وايه وهو دافي هيبوظ معايا. لازم اخليه يبرد الاول علشان اقلبه وازوقه كده اهو. يمشي سحور ويمشي فطار. الاتنين يمشي الاتنين. انا هوريكم في الاخر شكله ازاي. هتقوموا كلكم تعملوه على طول. بعدين بقى بالكلينكس ده بضغط سوري بالنايلون بضغط. يا عزه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد والله انا لله. بحبك قوي بحب اتفرج على برنامج. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي. يا رب يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا قمر. يا رب يسترها عليكي. انا شوفي انا نفسي اخد عزايا من عندك. نفسك تاخدي ايه؟ عزايا من عينيا عندك. اتفضليهم كلهم. والله العظيم. عينيا أنا ليكي معيش- والله. انا معاش جوزي 375 جنيه وانا معيش والله اجيب. سيبي تعبانة تليفون. من طب عندك. تصدقي بقى سيبي تليفونك في الكنترول وانا هكلمك وهديكي عباية من عندي من عينيا يا حبيبه قلبي. كده اول ثواني قبل الفاصل استنى معايا ثانيه واحده. هزوقها هوريهم ازاي اعملها. بصوا ده شكلها بعد ما بتتقلب واشيل منها النايلون. هنعمل ايه؟ هنجيب النعناع واحطه كروس كده عليها. ورق نعناع. خلاص 4 ورقات. وبعدين السمبوكسات اللي انا عملتهم من الاول بحطهم بين النعناع كده مش عليه بين النعناع اهو. وبعدين هحط واحده من الذره ويبقى شكلها كده اهو تحفه وطعمها تحفه واكيد ان شاء الله هتعجبكم. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. استنونا. شكل قالب البطاطس بالخضار. شوفوا شكله حلو ازاي. حتى لما الكاميرا تبعت برضو هيبان اكتر معانا. هنعمل دلوقتي رز القدره. رز بالحمص واللحمه حلو جدا. وهنعمل البيتزا السايله. يعني ايه بيتزا سايله؟ يعني مثلا انا عايزه اعمل بيتزا. عايزه اعمل على السحور بيتزا وماليش مزاج اقعد اعجن بقى وافرد العجينه في الصينيه. البيتزا دي بتتعمل في الخلاط وبتتصب في الصينيه وعليها مكونات البيتزا وبتبقى في الاخر بيتزا تحفه وسهله جدا. ولا عجن ولا افرد ولا رايح دماغي. خلاص هبتدي بالبيتزا انا الاول. هعمل الصوص بتاعها وهقول المقادير. فاكره اهو ما نسيتش. البيتزا اول حاجه كوبايه ونص دقيق. تلت كوبايه زيت. نص معلقه صغيره خميره. نص معلقه صغيره بيكنج باودر بيضايه. 3 معالق كبار لبن باودر. معلقه صغيره سكر. كوبايه وربع ميه رشه ملح. يبقى العجينه كوبايه ونص دقيق. تلت كوبايه زيت. نص معلقه صغيره خميره. نص معلقه صغيره بيكنج باودر بيضايه. 3 معالق كبار لبن بودره ومعلقه صغيره سكر. كوبايه وربع ميه رشه ملح. دي مقادير العجينه بتاعت البيتزا السايله. الحشوه بتاعتها انا هستعمل هنا النهارده سوسيس زيتون فلفل اخضر اي حشوه انتوا عايزينها وجبنه موتزاريلا. الصوص بتاع البيتزا ده صوص سريع. 3 فصوص توم. معلقه صلصه. حبتين طماطم مبشورين. رشه زعتر ومعلقه صغيره سكر. يبقى 3 فصوص توم. معلقه صغيره صلصه.
حبتين طماطم مبشورين، رشه زعتر، ومعلقه صغيره سكر، وملح وفلفل طبعا. نبتدي اول حاجه ان احنا نعمل الصوص بتاع البيتزا. ادي الثوم، هحط عليه، شوفوا اصفر اهي وريحته طلعت. هحط عليه الطماطم اللي انا بشراها، وهحط عليها الصلصه، وهحط عليها معلقه السكر وشويه زعتر، ام كريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. منوره الشاشه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر، وانت طيبه. الله يخليكي. ممكن اسال حضرتك على سؤالين كده؟ اتفضلي. امبارح حضرتك كنت عامله القشطه بتاعت الكنافه. ايوه. انا النهارده عايزه اعملها، بس كان عندي عيش اللي هو ممكن بتاع لبابة فينو. الصايمين. بتاع ايه؟ بتاع الصايمين المدور ده، عيش الصايمين. معرفوش. في عيش اسمه عيش الصايمين؟ مدور كده زي الفينو، بس القعر بتاعه طري. يمكن ممكن تاخدي اللبابه بتاعته لو هو زي الفينو. ممكن اخد من تحت خدي اللبابه بتاعته عامله زي التوست. ايوه بالظبط، او لبابه العيش الفينو هتمشي معاكي. طيب، في حضرتك سؤال تاني. عينيا. اللي ينفع الكريمه دي تتعمل الجلاش؟ تنفع لاي حاجه، لاي حاجه لأي بتتحط حاجة. وبتبقى زي الفل. طب الله يخليك. وفي الله سؤال يخليك. معلش تاني. عينيا. بالنسبه للكحك هنعملهم ان شاء الله. قريب كده. هنعمل ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه. انا على فكره جربت طريقه البسكوت اللي حضرتك عملتيها قبل كده، كانت روعه الله يخليكي، ميرسي يا حبيبتي. بجد. وجربت حاجات كتير من حضرتك، روعه روعه بجد. تسلمي لي يا رب. الواحد تقدم على ايديكي. الله يخليكي، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي ليكي. ان شاء الله احنا هنعمل الكحك والبسكوت والغريبه والبيتي فور، كل الحاجات دي هنعملها باذن الله قريب. انا دلوقتي هسيبها تغلي شويه، وهعمل ايه؟ هعمل الخلطه بتاعه عجينه البيتزا. ادي الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الميه، ادي البضايه، اللبن الباودر، والبيكنج باودر والسكر والخميره، وادي الدقيق. انا الاول هضربهم ضربه لوحدهم. المكونات كلها من غير الدقيق بضربها ضربه الاول، وبعد كده اهو بحط عليهم الدقيق. اهي بصوا اتكونت عندي عجينه سايله شويه. الصواني اهي، انا هعملها في صينيتين صغيرين. كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى شبه الكيكه شويه، ولا اقعد افرد ولا اعجن ولا اعمل حاجه. هي سهله في كده وسريعه. ساعات الواحد بيبقى على السحور مش عارف يعمل ايه، فكده اهو دي بتبقى اقتراح جيد. بعملهم كده، بعدين باجي للصوص الطماطم اللي انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. بروح حاطاه كده على الوش بالراحه طبعا عشان ما يغص جوه، لان هي العجينه هشه اهو. بصوا الطماطم على الوش ما بتغص. طبعا احنا ان شاء الله بعد رمضان هنعمل عجينه البيتزا بقى العاديه اللي هي الطبيعيه، بس ايه انا بديكوا اقتراحات سهله وجديده عشان تستعملوها. بعد كده اهو بقى بحط اي مكونات انا عايزاها على وشها
هحط انا فلفل بالراحه برضو علشان ما يغص جوه معايا، بالراحه كده اهو. ادي شويه فلفل، وهنا نفس الكلام اهو. وبعد كده هحط شويه زيتون، وهنا شويه زيتون، وهحط عليها جبنه موتزاريلا وادخلها الفرن لغايه لما احس ان هي خلاص وشها اتحمر. بس وانا في الفرن بحطها في النص، مش هحطها زي البيتزا العاديه قريبه من قعر الفرن، علشان هي العجينه بتاعتها طريه ما تتحرقش معايا. يا ايمان. الو. ايوه. ممكن اكل عند ديك الرومي؟ افندم. ممكن اكل عند ديك الرومي؟ اتفضلي. الديك الرومي. تسالي على الديك الرومي؟ اوكي. عايزه ازاي تعملي الديك الرومي؟ عينيا يا حبيبه قلبي. اهو يا احمد هندخلهم الفرن عشان نعمل الرز. احنا نسينا نحط السوسيس. هنحط السوسيس، نسينا نحط السوسيس. هنحط شويه اهو كده اهو على الوش، شويه صغننين. خلاص اوكي. ميرسي. رز القدره. رز القدره زي ما قلت هو رز حلو جدا، بيتقدم في بلاد الشام في العزايم. هنستعمله النهارده، هنعمله انه حلو وسهل، وزي ما قلنا قبل كده ان الحمص مفيد جدا. فايه هنعمل لكم رز القدر، عباره عن كوبايتين رز منقوع وكيلو لحمه، يفضل انها تكون ضاني، بس مش عايزه استعمل ضاني مش مشكله، ممكن استعمل لحمه كندوز عادي مكعبات. قرن فلفل حراق، بصلتين مفرومين شرايح، بصله مبشوره، يعني بصلتين شرايح للرز وبصله مبشوره هحطها مع اللحمه وانا بقلبها، 5 فصوص توم، معلقه كركم صغيره، معلقه صغيره بهارات مشكله، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون. هقول من تاني، كوبايتين رز منقوعين، كوبايه حمص طبعا بنصفيهم قبل ما نستعملهم على طول، كيلو لحمه قطع، يفضل انها تكون ضاني، ما عنديش ضاني مش مشكله، قرن فلفل حامي، بصلتين مفرومين شرايح وبصله مبشوره، سوري بصلتين شرايح وبصله مبشوره ناعم، 5 فصوص توم، معلقه كركم صغيره، معلقه صغيره بهارات مشكله، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون. عشان اتبل اللحمه بكون مقلباها من قبل ما ابتدي اطبخ، يعني قبلها بساعه مثلا، نص معلقه صغيره ملح وفلفل، حبهان، بهارات مشكله، كركم. يبقى اللحمه بتبلها بملح وفلفل وحبهان وبهارات مشكله وكركم، نص معلقه صغيره من كل واحد. وبعدين باجي اعمل ايه؟ بقلب اللحمه اهي اللي عليها البهارات مع البصله المبشوره، يبقى اللحمه والتوابل بتاعتها مع البصله المبشوره. مدام سلوى. الو. 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 ايوه معاكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا قمر؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. ازاي؟ كنت معلش انا مش هعطلك، انا كنت عايزه بس اسال عن القشطه بتاعت الكنافه اللي عملتيها. عينيا هقولها لك تاني، عينيا يا حبيبه قلبي، من عينيا. كده اديني بقلب اللحمه شويه، وفي نفس الوقت هحط بقى ايه؟ البصل والثوم يتشوحوا. البصل اللي هو الترانشات مع الثوم هحطهم يتشوحوا. إيه، احنا محتاجين على فكره بقيه المعالق. المعالق كلها راحت. هقلب البصل والثوم، وادي هقلب اللحمه. سموها قدره عشان بتتعمل في قدره فخار، احنا هنعملها في طاجن فخار، لان القدره اللي عندي بصراحه كبيره يعني بتاخد كتير. فين؟ بيعملوه؟ طب والله كويس. في مطاعم هنا بتعمله كمان اهو. كده اهو اللحمه مجرد تاخد لون بني. البوتاجاز بس نعليه. ايوه. وبعد كده بحط عليها بقى ميه واخليها تتسلق اللحمه. الميه ادي ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، واخليها لغايه لما تتسلق.
بغطيها طبعا كويس. ممكن ازود ورق لورا لو انا عايزه، يعني اللي انتوا بتحبوه ممكن تحطوا. هحطها تتسلق. انا طبعا سلقاها من الاول اهي عندي سوري مسلوقه اللحمه من الاول علشان هنبتدي نشتغل بيها. ادي البصله، داليا يا داليا. الو. الو. ايوه. ايوه يا داليا. عايزه اسال التلفزيون يا حضرتك داليا. على المكرونه البشاميل. عينيا يا حبيبه قلبي، هقول لك النهارده ان شاء الله المكرونه البشاميل. حاجه تانية؟ اوكي يا داليا من عينيا. بصوا هو طبعا البصل لازم يغمق سنه عن كده، يعني لازم استنى عليه دقيقتين كمان عن كده. احنا معانا وقت يا مجدي نستنى دقيقتين ولا؟ اوكي طب دقيقتين ونطلع فاصل؟ لا يبقى احنا مش هنستنى دقيقتين عشان لسه في خطوات هنعملها. بصوا كده اهو هروح حاطه عليه الفلفل الحراق والبهارات اللي هي الحبهان والبهارات المشكله والكركم، لان هو بيبقى لونه اصفر الرز ده. لا خلاص كده اهو. بعدين هحط معاه الحمص المسلوق زي ما قلت لكم امبارح. احنا واحنا بنسلق الحمص ممكن نحط شويه بيكربوناته بس شويه صغيرين جدا عشان هو بيسود الحمص، بيبقى شكل الحمص مش حلو في الاخر. بصوا كده اهو اهو. وبعدين بعمل ايه؟ بجيب الطاجن اللي انا هشتغل فيه، اللي انا هحط فيه الرز في الفرن. وبعمل ايه؟ مش اي طاجن فخار الاحلى طبعا ان انا انقعه قبلها بساعه في ميه علشان يشرب الميه، وبعدين لما اجي اشتغل بيه يطلع لي البخار اللي فيه، فبيخلي طعم الاكل احلى. اوكي. وبعدين بنشفه قبل ما احط الحاجه وبدهنه زيت علشان ما يلزقش فيه حاجه. احط نص الرز ده زي ما قلت لكم احنا غاسلينه ونقعينه. ريحه جميله. طب الحمد لله. وبعدين هحط نص الخلطه دي عليه، وبعد كده اهو هاخد بقى قطع اللحمه اللي انا سلقتها هحطها عليه. ممكن اجيبها هنا اهو هتبقى احسن كده اهو. وبعد كده اهو هحط عليه بقيه الرز والخلطه اللي انا عملتها اللي هي بقيه الرز وبقيه البصل والحمص، وهغطيه وهحطه في الفرن. احنا كان جالنا امبارح اسئله في الفاصل عن الغطا الفويل، وانا بقول لكم ان نستعملوا سيليكون، او لو انتوا مش عندكم السيليكون يا اما تغطوه بغطا حله على قده، يا اما تحطوا ورق زبده او ورق شمع وبعد كده الفويل تغطوه بيه علشان بس ما الاضرار بتاعه الفويل. بصوا كده اهو. خلينا نوريه لهم. ثواني ما تستعجلش علينا بس معلش. انا مش بضحك عليك بس لازم يشوفوا الخطوات علشان لسه هنحط مرقه ما نبقاش كروتناهم كده اهو. وبعدين بحط ادي بقيه الرز واجي هصب بقى المرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعه اللحمه بياخد حوالي 2.5 كوباية شوربه، لان هي كل كوبايه رز بتاخد كوبايه، بس هنا اهو علشان في بصل وفي لحمه وكده اهو، فايه بحط عليه 2.5 كوباية شوربه. بيبقى شكله كده اهو. وبغطيه وبدخله الفرن، بيقعد حوالي ساعه في الفرن او ساعه الا ربع، وبعد كده اهو بيطلع زي الفل. هنروح لفاصل نرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. وهي البيتزا طلعت بس هي سخنه مش قادره. البيتزا طلعت ما خدتش وقت خالص معانا في الفرن، بتبقى حلوه وسهله وسريعه جدا ما بتاخدش اي حاجه. هنعمل دلوقتي ترايفل الكنافه. الجو حر وعايزين حاجه ساقعه حلوه،
فبيبقى حلو جدا في الحر. بس قبل ما ناخد ترايفل الكنافه هنروح لتقرير عن الكنافه ونرجع لكم تاني، استنونا بقى بعد التقرير. وانت طيب يا حاج. بمناسبة رمضان انا كنت عايزاك تقول لنا ست البيت تعمل احسن كنافة ازاي؟ انت معروف الكنافة بتاعتك، فعايزاك تقول لي احلى عجينة كنافة نعملها ازاي؟ الكنافة ممكن تتاخد من عند بتاع الكنافة، تتقطع حتت صغيرة وبعد كده تتقلب بالسمن وتتفرد في الصينية تكون مدهونة، تتفرد رق وياخد في الوسط الحشو ويرجع يتغطى بالنص الثاني وتتكبس. ترجع بعد كده بتروح الفرن تستوي على وش وتتقلب على الوش الثاني. وممكن الكنافة بيتاخد منها شرايح تتقطع ويتلف منها أصابع، أو الشرايح على طولها وتتلف منها حبل. طب أنا عايزاك بقى تقول لي لو أنا فضل عندي كنافة زيادة أحفظها إزاي، سواء نية أو مستوية عندي؟ الكنافة النية بنحفظها بإننا نحطها في كيس بلاستيك في الفريزر إلى أي مدى. والكنافة المستوية بتتحط في الفرن بصينيتها بعد ما بناخد منها اللي احنا عاوزينه، وما يجرالهاش حاجة أبدا، لأن طالما استوت خرج منها الرطوبة تقعد مدى طويل من غير ما يجرالها حاجة. رجعنا من جديد. ده طاجن القدرة طلع اهو، وادي البيتزا حطيناها في اطباق سهله وحلوه، ولو جربتوها هتعملوها على طول. هنعمل دلوقتي ترايفل الكنافه، بس انا عايزه الاول ازوق بشويه حمص زياده كده اهو على الوش، وممكن نحط بقى شويه حاجات خضراء معاه، بقدونس او اي حاجه خضراء كديكوريشن. هنعمل ترايفل الكنافه عباره عن نص كيلو كنافه. هجيب نص كيلو كنافه بقطعها صغير، بصوا كده اهو. انا بحبها تتقطع صغير في اي حاجه بيتحط فيها طبقات او ليرز، انها بتبقى اسهل في التشكيل معايا. ممكن نحطها شعر وادهنها بالسمنه واحطها في الصينيه، بس انا بحبها كده اهو، هتبقى اسهل معاكي بكتير. يبقى نص كيلو كنافه، ربع كوبايه سمنه. انا مش هحط هنا فيها عشان عايزاه سمنه كتير، عايزاها مقرمشه. كريز او اي فاكهه، انا استعملت كريز لاني هستعمل جيلي فراوله احمر، فعشان يبقى شكل في اللون يعني. كوبايتين كاسترد. كوبايتين كاسترد دي طبعا احنا بنجيب بودره الكاسترد، معلقتين او 3 معالق كاسترد في كوبايتين لبن وسكر زي ما انت عايزه، و3 باكوهات جيلي احمر فراوله بدوبهم في 5 كوبايات ميه مش 6، علشان عايزاه اسمك شويه من الطبيعي. بصوا انا بقلب الكاستر كل شويه لغايه ما يبقى سمكه عندي كده. بعد ما يغلي ما بحطوش في التلاجة، بخليه بره لغايه ما يبرد مع التقليب عشان ما يعملش قشره، ويبقى كده اهو بالمنظر ده علشان اعرف اعبيه. والجيلي نفس الحكايه، الجيلي اهو برده انا حطيته، وكل شويه بقلبه علشان ما يبقاش كتله واحده، يبقى كده واقدر اشكله. خلاص اول حاجه هبتدي ان الكنافه هحط عليها السمنه على الكنافه وافركها فيها كويس. يا مي، الو. ايوه. ايوه يا مي، وطي التلفزيون وكلميني يا حبيبي. نعم. وطي التلفزيون شويه بس عشان صدى الصوت. حاضر. اوكي يا حبيبتي. شايفين البنوتات الشاطرين؟ حاضر. الو. ايوه يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه لسان عصفور. لسان عصفور طاجن ولا شوربه؟ لا طاجن. عينيا. هقول لك لسان عصفور بالكفته حلوه قوي كده اهو. وبعدين بروح حطاها في صينيه وبحطها في الفرن. لو الفرن عندي بيشتغل من فوق وتحت هشغلها من فوق وتحت واقلبها كل شويه. لو من تحت تحت اوكي، بس برضو بقلبها، بس هتاخد وقت اكتر شويه من فوق وتحت كده اهو. وبفضل اقلبها عشان ما تتحرقش طبعا، يعني كل مثلا 5 دقايق كده بقلبها في الفرن لغايه لونها ما يبقى كده اهو. هطلعها واحط عليها شويه شربات. انا بقى هاجي اعمل الترايفل. هعمل ايه؟ انا حاطه هنا
شويه جيلي، هحط عليه شويه من الكنافه. الجيلي طبعا اللي في الطبق ده انا خليته في التلاجة يجمد، يعني ما ينفعش ان هو يبقى سايل. بصوا اهو خليته يجمد. ممكن بقى احط عليه شويه كريم شانتيه لو انا عايزه مثلا كده اهو في الاركان عشان اللون بس يبان معايا كده اهو. وبعدين بحط شويه جيلي كمان. كده اهو. وبالمعلقه هجيبه كده علشان الحراف تتساوى ويبان الاحمر من كل ناحيه. لحقنا كده اهو خلاص. وبعد كده اهو هحط عليه طبقه من الكاستر. واسويه برده بالمعلقه. لو الحراف عندي حرف الطبق كده حصل له اي حاجه اتلغوص يعني شويه، همسحه طبعا بكلينكس عشان يبقى شكله حلو. وبعد الكاستر هحط الكريز عشان برده فرق اللون. هوريكم بقى ازاي. وكده اهو اهو. هجيب المعلقه هسويه بالراحه بالراحه. هجيب هنا اهو شويه علشان الاصفر يبان معايا. انا عايزاه الاصفر يعني، حتى لو ما كفاش معايا كله، انا المهم عندي الحرف يبان وجوه مش مشكله. وانا اهو هاجي اهو خلاص. ورقه كلينكس بقى قبل ما احط الكريز، وهمسح ثانيه واحده هنطلع فاصل والله بس عشان بس يبقى مظبوط كده اهو. امسحه قبل ما يجمد علشان يبقى شكله حلو. واجي بقى الكريز، بصوا هروح ارصاه كده اهو علشان يبان مع فرق اللون الكاستر. يعني ما حطيتوش على الجيلي مش هيبان. ممكن احطه على الكريم شانتيه وممكن احطه على الكاستر بحيث يبان. هلفها داير ما يدورها وبعدين هغطيها بالكنافه تاني وهزوقها. انا على ما ارص الكريز جواها هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. استنونا. ده شكل الكنافه ادي الترايفل. واحنا دلوقتي هنعمل لكم الديكوريشن بتاعه من فوق. انا زي ما قلت لكم ممكن استعمل اي فاكهه فيه. ممكن احط موز، ممكن احط فراوله، ممكن احط كيوي، اي فواكه ممكن استعملها فيه. ودلوقتي هنزوقه بكريم شانتيه كده اهو. والفاكهه اللي انا حطيتها جوه هي اللي انا هستعملها عليه. انا استعملت كريز جوه يبقى هحط ادي كريز وادي كريز كده اهو. وادي كريز تاني. انا هستعمله بالعنقود، نخلي دي 3 في النص احلى. نحطها هنا دي وادي كده اهو. دي ترايفل الكنافه. بصوا اللايرز بتاعتها شكلها حلوه ازاي. بتبقى ساقعه جميله بقى في الحر اللي احنا فيه ده، وما بتبقاش تقيله، بيبقى كلها فاكهه وكلها جيلي. تتقدم كده اهو الحاجات قريبه من بعضها حلو. هنقول الحاجات اللي طلبت مننا بسرعه قدر الامكان. بصوا انا عايزه بس اركز لكم على البيتزا. حلوه قوي وما بتاخدش وقت خالص في الفرن، وجميله فعلا، طعمها حلو وسهله جدا. احنا امبارح عملنا كنافه بالقشطه. القشطه دي قشطه دايت، يعني ممكن اكلها في الرجيم. انا عايزه بليز سكينه يا احمد. ممكن اكلها في الرجيم، وهي طبعا ارخص كتير من القشطه اللي بنشتريها جاهزه، قشطه اللبن. يعني عباره عن 6 قطع توست. زي ما قلت لكم ممكن استعمل لبابه عيش فينو بنفس المقدار. 6 توست، ميرسي. 6 توست. بشيل الحراف بتاعته وبنقعها في كوبايتين ميه، 3/4 كوبايه لبن باودر خالي الدسم.
وبحط معاهم فانيليا ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر فاكهه او سكر عادي لو انا مش عايزاها للرجيم، عايزاها عشان اوفر بس. وبعدين انا عايزه بس اقطع بوريكم من جوه البيض احنا حاطين جواها بيض مسلوق على فكره، ما تنسوش يعني ان جواها بيض مسلوق، فلما بتتقطع بيبقى شكلها حلو. المهم انا بعمل ايه؟ هقول لكم القشطه تاني. القشطه عباره عن نقعت 6 قطع توست ابيض، توست ابيض مش توست دايت عشان يبقى لونها ابيض زي القشطه. نقعتهم في كوبايتين ميه، 3/4 كوبايه لبن باودر خالي الدسم. لو انا ما عنديش لبن باودر هنقعهم في كوبايتين لبن وخلاص، يعني ممكن امشي حالي ان انا انقع ال6 توست دي في كوبايتين لبن عاديين، اوفر على نفسي ان انا اجيب لبن باودر مخصوص. وبحط معلقتين نشا ومعلقتين سكر وكيس فانيليا علشان يديها فليفر كده وريحه، واسيبها 10 دقايق او 5 دقايق التوست يبوش. بعدين بضربها في الخلاط واحطها على النار لغايه لما تسمك، واسيبها تبرد واستعملها بحشي بيها اي حاجه، قطايف، كنافه، جلاش، اي حاجه بحشيها بستعملها زي القشطه بالظبط. مفيش وقت نقول حاجه تانية؟ انا كان نفسي اقول لكم بقيه الوصفات بس للاسف وقت الحلقه خلص. يا رب تكونوا استفدتم من الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. قولوا لي رايكم. انا معاكم على الفيسبوك مطبخ آية الصحي بعد الحلقه على طول ان شاء الله. استنوني بقى الاسبوع الجاي الاربع الجاي، اشوفكم على خير.